يا صباح الهنا والفل على قلوبكم. صباح ان شاء الله عامر بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. شوفوا بقى الجو الشتاء عندنا ازاي. شوفوا الشتاء بقى. والله كنت بودي البنات المدرسة ولقيت الجو يعني عمال يرزع ويدي اهو. اللهم غيثا نافعا، اللهم امين يا رب. والدعاء وقت الشتاء حلو. ادعوا كده كل اللي يجي في بالكم ادعوا بيه. ربنا يصلح حالكم وحالنا يا رب، ويشفيكم ويشفينا يا رب، وينول لكل عيالنا مرادهم يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. يا رب يشفي كل مريض يا رب، ويشفيني من ضمنهم يا رب، ويرزق كل مشتاق، ويعين كل واحد على حاله. ويشفيك يا ابو يوسف، ويشفي ابويا وامي برضو يا رب، وينول عيالنا يا رب كلهم مرادهم. اللهم امين يا رب العالمين. ويرزقنا يا رب، يعين كل واحد على حاله وعلى عياله يا رب، ويرزقنا برضو يا رب، يرزقني من ضمنهم يا رب العالمين. شوفوا الشتاء عندنا بقى والدنيا عامله ازاي اهو. شوفوا الشتاء، المية نازلة تجري على السلم ايه اهو. شوفوا المية نازلة تجري على السلم سريعة اوي، بتوسع لغيرها يعني اهو. أنا بقى كنت بودي البنات المدرسة ولقيت الست قاعدة بالسبانخ. جبت منها كيلو 10، محدش بياكلها برضو عندي الا قليل. جبت والطماطم الكيلو ب10. جبت كيلو طماطم وكيلو سبانخ. هننزل بقى نعملها مع بعض، بس قلت اوريكم الاول الشتا كده. ويا حبايبي معاكم بقى السبانخ اهي اهي. اللي كانت بتقول لي كيلو ب10 اهي. بعد ما وزنت كيلو وربع ب10، فلقيت واحدة تانية يعني جاية تقول يعني ما كانش فيها الا رابطة برضو تانية، ما عادش سبانخ ومش عارف ايه. فيعني هي صعبت عليا، كانت بتقول ده انا عايزة كيلو. فقلت لها خلاص انا هاخد كيلو وانت كيلو. فالتاني يعني ما كانش مكمل الكيلو. قالت لي لا خلاص وكده. قلت لها لا يا حبيبتي خلاص هنقسمه احنا الاتنين، انت كيلو وانا كيلو. هو اصلا حاجة اكل بقى، يعني يمكن مثلا يكون حد من عيالها مثلا نفسه فيها او حاجة. قلت لها لا خلاص هنقسمه. خدت كيلو بقى، ادتني الكيلو ب8 جنيه. وجبت ربطة كزبرة اهي، وجبت ربطة فجل اهي، وربطة كزبرة وربطة فجل اهو. هنضفها بقى معاكم. هي في يعني واحدة اهي، هي ديت اللي كانت مكملة لي، يعني مظبطة كده بيني وبينها الكيلو اهو. هتفكاها يعني اهي. هنضف بقى الحته بتاعتها. انتوا عارفين اللي شاف الفيديو قبل كده اللي كنت بفرز فيه السبانخ، انا بسيب الحته الحمراء اللي فوق دي بسيبها. وبنضفها بقى، يعني اللي فيها حاجه بشيلها. فيها عود اصفر زي ده كده بشيله اهو. ده كده هشيله اهو. وارصها بقى ايه يعني عود جنب عود كده. هي حلوه ما شاء الله، هي زي الفل والله، وخضره ومنعنعه اهي 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 اهي. شوفوا بحطها بقى كده جنب بعضها اهي اهي. وبعدين اقوم شاده بقى، شايله الزوايد ديت، ورصتها بقى جنب بعضها كده ومقطعها. بس انا الاول بغسلها قبل ما اقطعها عشان ما تتهدرش في الغسيل. بغسلها الاول قبل ما اقطعها اهو. هنضفها بقى وارجع لكم تاني اهو. يا حبايبي انا نضفتها بقى اهو، ورصتها اهو. شوف العود الصغنن ده اهو. نضفتها ورصتها. ودي برضو الكزبره نضفتها ورصتها، وقطعت العيدان بتاعتها. وعملت لي بقى كده كوبايه شاي اهو. اه هقوم بقى احطها في الطبق واغسلها. لا يا روزيلا، دي مش حلوه، دي صفرا عود اصفر اهو يا حبايبي. هقوم بقى اغسلها واقلي بقى للسبانخ.
اهو يا حبايبي انا حطيت بقى السبانخ في الحوض عشان هي عايزه ميه ايه جاريه تحتها اهي. شوفوا الطينه اهي، اهي شايفين اهي. عايزه بقى ايه الميه الجاريه كده اهو، وتتشطف كده تحتها اهي، تبقى زي الفل اهي. هنشوف الميه لونها غير ازاي، الميه لونها غير ازاي لان هي فيها طينه يعني، هي سطحه اهي. كانت الدنيا كمان بتشتي الصبح. هنملى بقى كده الحوض عليها ميه اهو. خليها بقى كده يعني، هي الصفايه شغاله بتاعت الحوض والميه بتغير بقى منها فيها، احسن ما تبقى في الطبق اهو. شوفوا الميه معيره ازاي، الميه بقى منها لنفسها كده تغير نفسها، احسن ما تبقى في الطبق ونفضل نكب ونعمل كده. احسن وانا غاسله الحوض ومنضفاه ومخليها زي الفل والله، بالكلور والباور. انا جايبه الصبح العرض اللي هو الباور ب25 الازازتين على بعض، البخاخه والتاني يعني. هو طقم بيخلص بجيب التاني على طول، ما بستغناش عن الباور اهو يا حبيبي. اهو الميه بقى تعلى عليها كده هغسلها بقى واطلع وانشلها بقى من الميه، وبعدين اغسل الخضار وهقلي بقى معاها اهو يا حبايبي. انا حطيت بقى معلقه سمنه اهو. هحط بقى البصل اهو. معلش بقى المعلقه ديت اتحطت على جنب العين، والمعلقه الثانيه اتكسرت. اما البصلايه بقى تستوي تصفر احط عليها راس الثوم الصغيره دي، ولسه بعمل لها طشه ثانيه بس بعد ما بخلص برضه. ادي بقى الحمص اهو، اولع عليه اهو يا حبايبي. ظبطت بقى التوابل والملح اهو. حطيت لها ورق لوري وحبيتين حبهان ورشه جوز الطيب كده خفيفه وتوم باودر والفلفل اسمر ونص معلقه ملح يعني، عشان هي اصلا السبانخ فيها يعني، السبانخ كلها املاح اهو. هنا بقى الثوم الاخضر اللي هو الجديد اهو مقطعاه لسه زي ما قلت لكم. انا بحب اعمل لها طشه ثوم، بدق ثوم وكزبره وفلفل اسمر اهو. وهنا الحمص اهو. حطيت لها بقى الطماطم، كنت ضربت يعني كام طماطميه كده في شفشق وحطيت عليها حته بنجر، وطلعت كيس برضو من الفريزر فيه حته صغيره كده. قلت برضو ايه السبانخ بتحب الطماطم اصلا، هسيبها بقى كده تتسبك وارجع لكم اهو يا حبايبي. انا شلت بقى الريم بتاع الحمص وهو بيغلي اهو ماشي. وادي الحل اهي اهو يا حبايبي. الطماطم اهي اتسبكت وزودتها شويه ميه صغيرين اهي. والسبانخ قطعتها وقطعت عليها الكزبره اهي. هحطها بقى دلوقتي معاكم. مقطع الخضار على بعضه، السبانخ على الكزبره، هحطها بقى كلها وارجع لكم اهو يا حبايبي. انا حطيتها بقى كلها، هي هتهبط لسه دلوقتي هتهبط اهو. وطفيت على الحمص هدق لها بقى راس الثوم مع شويه الكزبره الناشفه بس شويه كده، هي تاخد لها شويه لفه كده مع الطماطم اهي.
ماشي. تاخد لها لفه كده شويه مع الطماطم، وبعدين اقوم حاطه لها مزوداها بقى وحاطه لها الحمص. شوفوا هي بتهبط خالص اهي. شايفين اهو يا حبايبي اهو غليت اهي. شايفين؟ صفيت بقى عن الحمص اهو. هقلب بقى كله كده هيبقى على قلب بعض كده اهو. احنا هنا حماتي كانت بتعملها بالفريك، تبقى جميله قوي والله جميله، بس قلت اجربها بقى بالحمص. ماما بتعملها بالحمص الله يديها الصحه، بتعملها بالحمص اهو. هدوق لها بقى الدقه، التقليه بقى بتاعتي. قلت اعمل لي كوبايه كركديه بقى كده. انا بقى يعني بشرب الكركديه عشان الضغط، وسكرتها يعني حاجه بسيطه كده، قلت اشربها على ما السبانخ بقى تتسبك اهو. يا حبايبي عملت الدقه اهو. الكهرباء قطعت لسه دلوقتي يعني. عملت الدقه اهو، الثوم والكزبره والفلفل الاسمر، وقدحت حته سمنه اهي اهو. الثوم الاخضر الجديد ريحته جميله. انا لسه جايبه حالا اهو حالا اهو. الست اللي جنبي بعتلي 2 كيلو ب10 جنيه، قلت اجربه يعني كده اشوفه يعني هو بتاعها ده كويس ولا لا اهو. اهو يا حبيبي. والسبانخ خلصت اهي اهي اهي. ريحته بقى تطلع مع الكزبره الناشفه كده، وحطيت له السبانخ مرقتين دجاج. هقلي بقى قرنين فلفل جنبهم اهو يا حبايبي. اهو يا حبايبي اهو. هحطها بقى كده واغطيها بقى اهو يا حبايبي اهو. خلصت السبانخ اهو كده، خلصت غدانا النهارده اهو. الف هنا وشفا يا رب لنا ولكم اهو. شوفوا السبانخ اهو، الحمص اهو اهو لسه سخنه والله طالعه يعني. هو اللي كل منها صراحه اول حاجه حماتي، نزلت لها طبق قلت له يوسف يا يوسف انزل قول لي تيتا تاكله كده بالمعلقه اهو. والله قبل ما اغرف لاولادي والله يعني بحط له اهو. شايفين الحمص دايب والله فيها وطعمه زي العسل. والطشه بقى الاخيره بتاعه التوم اللي انا عملتها دي نخليها زي الفل. وقرنين فلفل بقى مقليين اهو بالدقه بقى بتاعه التوم الجديد. وطماطمتين بقى محدقين كده برضو بالدقه بتاعه التوم الجديد والخل والليمون والزيتون بقى. وادي اللفت زي الورد والله، اللفت زي الورد. والخضار بقى زي ما قلت لكم الفجل اهوت والسريس اهو. الفجل والسريس اهو. والف هنا وشفا لنا ولكم يا رب. وادعموني بقى، ما تنسونيش في اللايك وشيروا الفيديو ودوسوا على زر الجرس واشتركوا كده في القناة عشان ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب ان شاء الله. واسيبكم في رعاية الله وامنه. اسيبكم في رعاية الله وامنه تاني برضو معلش. الواحد متلخبط عشان الكهرباء قطع، مش عارفين الكهرباء قطع دلوقتي ليه. بس ما تنسونيش بقى في اللايك. وادعوا لكل متوفي بالرحمة وكل مشتاق بالذرية الصالحة. وربنا يشفينا يا رب ويشفي كل مريض ويرزقنا ويرزقكم. وقولوا لي بقى رأيكم في السبانخ، بتعملوها زي كده ولا ايه؟ يلا مع السلامة.